أكتر حاجة بتحسسك إنك فاشل مش إنك وحش، لأ، إنك كل يوم تقارن نفسك بحد تاني. بتنسى أنت مين وتركز هو عمل إيه. هو أنت فاكر إن المقارنة دي هتفيدك؟ هي بالعكس بتسرقك. كلنا وقعنا في الفخ ده. تفتح تليفونك تلاقي حد سافر، حد نجح، حد اتخطب، وتبدأ تسأل وأنا ليه حياتي مش كده؟ ليه أنا مش زيه؟ بس محدش قاليك إن اللي بتشوفه ده نص الصورة، لأن في جزء تاني مش بيظهر في الصورة. المقارنة مش بس بتخليك تحبط، دي بتخليك تنسى وتنكر مجهودك، تحس إنك فاضي حتى لو مليان حاجات حلوة. عارف زي إيه؟ زي اللي بيقارن رسمة بالقمر، مهما رسم عمره ما هيوصل للشكل في خياله. بس هو القمر ده حقيقي ولا مجرد فلتر؟ ناس كتير تقولك أقارن علشان أتحفز، بس الحقيقة المقارنة بتحفز جلد الذات مش الإنجاز. كل ما تشوف حد سابقك تحس إنك متأخر، مش بتفكر تمشي، بتفكر تلوم نفسك وتكرهها. كنت ببص حواليا وأقول الناس سبقوني، أنا ليه لسه في نفس مكان؟ وافتكرت إن الحل إني أجري زيهم. بس وأنا بجري ضيعت طريقي، نسيت أنا كنت عايز إيه أصلا. بقيت نسخة مش شبه حد ولا حتى شبه نفسي. بس في لحظة كل ده وقفت قدام المراية وسألت سؤال واحد: أنا عايز أبقى مين؟ مش هو، مش هي، مش أي حد أنا. ومن ساعتها بطلت أقارن وبدأت أراقب نفسي. كل خطوة حتى لو صغيرة هي بتاعتي. والسؤال اللي عايزك تفكر فيه دلوقتي: لو بطلت تقارن هتقدر تشوف نفسك، مش صورتك جنب غيرك. تشوف انت بتكبر حتى لو مش أسرع واحد. تشوف انك فريد مفيش حد زيك. فكر، لو كنت لوحدك في العالم كنت هتبقى مبسوط بنفسك ولا محتاج حد دايما تقيس نفسك عليه؟ وفي الآخر لو عايز تهرب من الفخ ده تابعني واشترك في القناة علشان دايما بلاقي لك الحل. بص في وصف الفيديو هتلاقي اللي بيدور عليه قلب.